هو ينفع الراجل يعمل تمكين من المسكن الزوجية؟ اه ينفع. بس هما الرجالة اللي بياخدوا الموضوع على كرامتهم شوية. كلنا عارفين ان التمكين من المسكن الزوجية ده بتلجأ ليه الست لو متزوجة والزوج طردها من منزل الزوجية، بتروح النيابة تقدم طلب تمكين من مسكن الزوجية. طول ما هي زوجة بتاخد تمكين بالمشاركة. لو مطلقة وحاضنة معاها صغار أقل من 15 سنة في حضانتها، بتروح تقدم طلب تمكين منفردة، لأن هي مطلقة مش هينفع تعيش مع طلقها في نفس الشقة، فبيديلها قرار تمكين والزوج بيطلع بره. طب امتى الزوج بقى يعمل قرار تمكين؟ هو لو علاقة الزوجية ما زالت قائمة والزوجة طلعت ست قادرة كده من الستات اللي كيدهن عظيم، وخلته بره البيت وقامت مغيره الكالون وقالت له مالكش حاجه هنا، روح عند امك. من حقه يروح النيابه ويقدم طلب تمكين من مسكن الزوجيه، حتى لو الشقه بتاعتها وباسمها. قرار التمكين ده بيصدر على الحيازه، ان دي كانت شقه الزوجيه اللي عايشين فيها مع بعض، بصرف النظر عن هي بتاعت مين، ملوش علاقه بالملكيه، ما بيبحثش الملكيه. حتى الرقم اللي بتاخده في النيابه بتنفذ بيه اسمه رقم حيازه او حيازات، ملوش علاقه بالملكيه. النيابه بتدي قرار للحيازه. فلو سيادتك متجوز ومراتك خلتك بره البيت وقامت مغيره الكالون، حتى لو انت قاعد معاها في شقه باسمها، تقدر تروح تعمل قرار تمكين. بس لو اتطلقت بقى فانت مش حاضنه للاسف، فمش هينفع تعمل كده وانت متجوز بس.